مناقشة فكرة قراءة الكتب الإلكترونية. اقرأ النموذج ثم أجب عن الأسئلة. مواكبة التقدم. إن الإنسان قديما كانت تتجلى متعته في الكتابة على الأحجار، ليتطور الأمر بعد ذلك على ورق البردي، فتأخذ الأمور شكلا أسرع في التطور لتصل إلى طباعة على الورق. ومع تطور التقنيات ظهرت القراءة الإلكترونية، وهي قراءة الكتب على شاشة الأجهزة الإلكترونية. فالكتب الإلكترونية لها مميزات عديدة، منها أولا التوافر على الدوام. ثانيا السرعة في الإيجاد، إذ أنك تستطيع إيجاد عشرات الكتب للموضوع نفسه بضغطة زر. وبالإضافة إلى ذلك سهولة وسرعة الشراء. كل ما عليك فقط هو أن تحدد الكتاب الذي تريده من المتجر الإلكتروني المتخصص في الكتب. قم بعملية الدفع وستحصل على الكتاب فورا، مع العلم بأن هناك العديد من الكتب الإلكترونية المتاحة بلا مقابل. ومن أمثلة ذلك الكتب العديدة المتاحة على بنك المعرفة المصري. على صعيد آخر، للكتب الإلكترونية عيوب كالحاجة لوجود كهرباء وشبكة إنترنت متوفرة على الدوام، وفي حالة المبالغة في إطالة النظر للشاشة قد يؤثر تأثيرا سلبيا على العين. كما أن الاعتماد التام على الكتب الإلكترونية يفقدنا التواصل مع مفعولاتها الورقية. ولتجنب سلبياتها والاستفادة من مميزاتها، علينا أن نوازن بين القراءة الورقية والإلكترونية في يومنا حتى نحصل على أعظم استفادة. اختر العنوان المناسب لكل فقرة مما يلي واكتبه في مكانه الصحيح. هنا كل فقرة لها مكان تكتب فيه العنوان. كم ميزة ذكرها الكاتب وكم عيب ذكره. أضف ميزة أو عيب. ابحث عن أدوات الربط والترتيب واكتبها. اقرأ الفقرة مرة أخرى وضع خط تحت الكلمات التي تريد استعمالها لاحقا. للتعلم عن بعد مميزات وسلبيات. ناقش هذه الفكرة بعدد كلمات تتراوح ما بين 50 و100. اكتب مقدمة. نظام رسمي مصمم لتنفيذ عملية التعليم عن بعد، وذلك من خلال شبكة الإنترنت. مميزات: المرونة في التعلم وتوفير الوقت والجهد. السلبيات: نقص التواصل الاجتماعي وحدوث مشكلة تتعلق بشبكات الإنترنت. خاتمة: العالم يتجه نحو التعلم عن بعد لما له من مميزات. كتابة فكرة. ناقش فكرة تمسك الشخص بالتحدث بلغته الأم فقط وعدم تعلم أي لغات أخرى من خلال ذكر المميزات والعيوب. وستنشر في المجلة الشهرية المدرسة بعدد كلمات تتراوح من 50 ل100، مراعيا العنوان الجذاب. مقدمة. خاتمة. ذكر 3 مميزات و3 عيوب، واختيار الجمل والمفردات والتراكيب مع الإملاء والخط السليمين. أصالة الفكرة. هل التزمت بعد الكتب الكلمات المطلوبة؟ تسلسل الفكرة. هل كتبت عنوان ومقدمة شائقين؟ تركيب الجمل. هل عناصر الجملة صحيحة؟ هذه عوامل التقييم. اختيار المفردات، الإملاء والخط. التقييم يكون على أساس أصالة الفكرة وتسلسل الفكرة، تركيب الجمل واختيار المفردات والإملاء والخط. لاحظ وتعلم. أخبرنا أبي بأننا في يوم الجمعة سنقوم بزيارة لمتحف الحضارة الجديد في 9 صباحا. كما كنا أمام المتحف ووقفنا منتظرين أبي ليحجز التذاكر. في أثناء جولتنا جذب انتباهي مجموعات السياح الذين يقفون مندهشين من روعة المكان، وتساءلت كيف لهؤلاء وهم من بلاد شتى ويتحدثون لغات مختلفة أن يفهموا تاريخ تلك الآثار. فأجابني أبي: انظر جيدا يا يوسف، كل مجموعة يتوسطهم شخص صحيح يا أبي، وكلهم يستمعون إليه بإنصات شديد، فهو يتحدث لغتهم لكنه مصري. نعم يا يوسف، هذا هو المرشد السياحي الذي يتحدث عدة لغات وبسهولة يتواصل مع السائحين بلغتهم ويسرد لهم القصص الحقيقية.